في تحريض إماراتي شبه رسمي جديد ضد قطر، خرج المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي المقرب جدا من رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي محمد بن زايد يشكك في قدرة الدوحة على تنظيم بطولة كأس العالم قبل أيام قليلة من انطلاقها. المزروع الذي يصفه ناشطون بأنه لسان بن زايد على تويتر استفز القطريين والعرب بنشره تغريدة زعم فيها عدم قدرة قطر على تنظيم البطولة الأكبر في العالم، وكتب ما نصه: أعتقد قطر ليست جاهزة لاستضافة مونديال 2022. التغريدة التي أثارت جدل واسع وعارضت المزروع لهجوم كبير وسط استنكار لصمت القيادة الإماراتية على مثل هذه التجاوزات في حق قطر من داخل الإمارات ومن قبل شخص محسوب على الرئيس الإماراتي نفسه. وذهب آخرون إلى القول إن محمد بن زايد نفسه هو من يحرض على قطر من وراء الستار حسب وصفهم، موضحين أن ترك محمد المزروع يهاجم قطر ليل نهار ويشوهها دون تحرك من القيادة أو السلطات هناك ضده يؤكد إقرار القيادة الإماراتية لهذه الأفعال والموافقة عليها. ومن المعروف أن السلطات الإماراتية تحكم البلاد بالحديد والنار، ولا يمكن لأحد توجيه حرف انتقاد للقيادة أو رؤوس الدولة، ومعتقلو الرأي هناك خير دليل. وبناء على ذلك يعيش الجميع هناك مواطنين ووافدين بحذر شديد، ويحرصون على عدم كتابة أي شيء يخص أمور السياسة قد يعرضهم للخطر. إلا أن المزروعي وحتى بعد المصالحة الخليجية واتفاق العلا لا يزال يهاجم قطر ويتطاول على قيادتها من داخل هذه الإمارة البوليسية أبو ظبي، وهو ما يشير إلى موافقة حاكمها وإقراره لما يفعله حمد المزروعي. ويبدو أنه يحظى بحصانة لدى النظام الحاكم في دولة الإمارات رغم ما يثيره من انتقادات هائلة داخل الدولة وفي محيطها الخليجي، ما يثير التساؤلات دائما عن مكانة الرجل. وشن ناشطون هجوما عنيف على المغرد الإماراتي البذيء، وتساءل الناشط ورد عليه مستنكرا إثارة الجدل: أنا كإماراتي ما أستفيد من هذه المواضيع؟ ورد عليه آخر ساخر: أعطوا ريكي مجال ينفس فيه عن القهر حتى لا تنفجر شرايين من الغيظ، مرحبا بالجميع في دوحة الجميع. وخطبه ناشط من سلطنة عمان قائلا: لا تعتقد ولا شيء، قطر جاهزة وأكثر من الجاهزة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. ويشار إلى أنه دائما ما يثير المغرد الإماراتي حمد المزروعي المقرب من محمد بن زايد الجدل عبر تغريدته التي يتعمد فيها إثارة البلبلة وزرع الفتنة بين شعوب المنطقة. وأوائل نوفمبر الجاري أيضا عبر المزروع عن حقده الكبير في استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم، وذلك قبل أسبوعين فقط من انطلاق الحدث. وقال المزروع في تغريدة يلمح فيها إلى دولة قطر واستضافتها للمونديال: 15 يوما تفصلنا عن التخبط وعدم الخبرة. تغريدة المزروع آنذاك جعلته يتعرض لسيل من الانتقادات من قبل النشطاء المغردين على موقع تويتر، ولطالما أثار المزروع الكثير من الجدل بتغريدته المسيئة. وتؤكد مصادر أنه رغم المحاولات المكثفة من مسؤولين كبار في الإمارات لجم المزروع، فإن بن زايد كان يتدخل في كل مرة لتوفير الدعم للمغرد المثير وإطلاق العنان له أكثر لنشر إساءاته. كما خرجت العديد من الإشاعات التي تحدثت عن استخدام محمد بن زايد معرفات وهمية على مواقع التواصل ليقول عبرها ما لا يستطيع قوله بشخصيته الحقيقية، حتى أن بعض المعارضين الإماراتيين ذكروا في تصريحات لهم قبل سنوات أن بن زايد يستخدم حساب حمد المزروع ويغرد منه لسب معارضيه والانتقاص منهم بأسلوب متدني. وقبل أيام كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن تمويل دولة الإمارات حملات تحريض ممنهجة ضد مونديال كأس العالم في دولة قطر. وقال المجهر إنه تم رصد جهات تدعي أنها حقوقية وأعضاء في روابط مشجعي أندية في عدة بلدان أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا، تنشط في الدعوة إلى مقاطعة كأس العالم بعد تلقيها مبالغ مالية بشكل سري من دولة الإمارات. وأضاف أن تلك الجهات تحاول إطلاق حملات بين جمهور أندية أوروبية تحظى بمتابعة شعبية في أوروبا من أجل الترويج لحملات مقاطعة كأس العالم بتحريض من الإمارات. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات المحلية لا سيما في الدوريات الخمس الكبرى على علم من مثل هذه الأنشطة المسيسية، ويبحث اتخاذ إجراءات لكبح جماح تسييس الرياضة للخلافات السياسية. وفي وقت سابق كشفت صحيفة أنديان إكسبريس أن المخابرات القطرية اعتقلت 8 من أفراد البحرية الهندية السابقين في قطر قبل 72 يوما، مشيرة إلى أنه في نهاية أكتوبر تشرين أول أرسلت الهند مسؤول كبير إلى العاصمة الدوحة لمساعدة مسؤولين سفارتها في تأمين الإفراج عن الموظفين. وبحسب الصحيفة لا تزال التهم الموجهة إلى هؤلاء الضباط السابقين غير معروفة، إلا أن هناك تسريبات حول قيامهم بالتجسس لصالح إسرائيل.
وقالت الصحيفة أنه تم توظيف هؤلاء الضباط الثمانية من قبل شركة خاصة في قطر تعمل على توفير التدريب والخدمات مثل الخدمات اللوجستية وصيانة المعدات للبحرية الأميرية القطرية. أوضحت أن الرئيس التنفيذي للشركة هو خميس العجمي، وهو قائد سرب متقاعد من سلاح الجو السلطاني العماني. وفي التفاصيل فإنه يوم 30 من أغسطس آب الماضي ألقت وكالة المخابرات القطرية من مكتب أمن الدولة القبض على 8 ضباط سابقين في البحرية، في حين علمت السفارة الهندية في الدوحة بالاعتقال في منتصف سبتمبر فقط. وسمح للضباط المحتجزين بالتحدث إلى عائلاتهم عبر الهاتف في نهاية سبتمبر، بينما في أوائل أكتوبر الفائت زارهم مسؤول بالسفارة الهندية وتم توفير الوصول القنصلي التالي في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالي. وبحسب موردة وضع جميع الضباط الثمانية في الحبس الانفرادي. وفقا للصحيفة كان الحادث مفاجأة، حيث تربط الهند وقطر علاقات ودية ونظمتا أيضا تدريبات بحرية مشتركة. كان الموظفون الثمانية يعملون مع الشركة منذ 4 سنوات إلى 6 سنوات. ولفتت الصحيفة إلى أن هؤلاء الموظفين هم ضباط متقاعدين برتبة قائد من البحرية الهندية. ولفتت الصحيفة إلى أن الموقع الإلكتروني للشركة الذي كان يحتوي على معلومات عن كبار موظفيها بما في ذلك الموظفون الموقوفون لا يعرض أي تفاصيل الآن، حيث يظهر عند فتحه بأنه قيد الصيانة وقريبا. وقالت الصحيفة أن السفير الهندي في قطر ديباك ميتال وحتى سلفه قد زاروا مرافق الشركة وأشادوا بعملها لتعزيز العلاقات بين الهند وقطر. وفي 3 من نوفمبر قالت وزارة الشؤون الخارجية إن السفارة الهندية في الدوحة تبذل كل الجهود الممكنة للإفراج المبكر عن أفراد البحرية الثمانية السابقين المحتجزين وإعادتهم إلى الوطن. وقالت أن السفارة الهندية على اتصال بالسلطات القطرية، وإنه تم منح مسؤولي البعثة حق الوصول إليهم والتأكد من سلامة الموظفين الشهر الماضي. كما أكدت على أن المعتقلين تمكنوا من الاتصال مع أفراد عائلتهم في مناسبات قليلة. لقد طلبنا جولة أخرى مع الوصول إلى القنصلية ونحن نتابع مع السلطات القطرية في هذا الشأن. وفي سياق متصل أرسلت باكستان 4500 جندي إلى قطر للمساعدة في توفير الأمن لكأس العالم المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل. وفقا لموقع ميدل إيست آي البريطاني فقد سعت قطر إلى مساعدة قوات الأمن وأجهزة الشرطة من مختلف الدول بما في ذلك فرنسا والأردن وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة لضمان سلامة ما يقدر بنحو 1.2 مليون مشجع من المتوقع أن يحضروا مونديال كأس العالم الذي يبدأ في 20 من نوفمبر الجاري. وقال الموقع البريطاني إن باكستان هي الدولة الوحيدة التي أرسلت جنود مشاة إلى الدوحة، حيث وصل 4500 جندي مشاة إلى قطر في الأسابيع الأخيرة. وقال ضابط كبير بالجيش الباكستاني أن القوات ستنتشر في مهام أمنية داخل وخارج الأماكن بالطريقة التي تراها السلطات القطرية مناسبة. وستقوم القوات المسلحة بحراسة فرق كرة القدم في الفنادق في أول مناسبة مهمة يتم فيها إرسال قوات بإسلام آباد إلى الخارج لتقديم خدمات أمنية لحدث دولي. وكانت باكستان قد أعلنت في أغسطس آب أنها سترسل قوات إلى قطر للمساعدة في تأمين كأس العالم عقب إعلان قطر عن استثمارات في البلاد بقيمة ملياري دولار. وقام فريق أمني من الفيفا بتدريب الجنود الباكستانيين قبل سفرهم إلى قطر. وفي هذا السياق قال مسؤول باكستاني لصحيفة التلغراف تبادل فريق الفيفا المعلومات حول الخروج والدخول إلى الاستاد وأمن فرق كرة القدم والجوانب الأمنية الأخرى للحدث العالمي. يشار إلى أنه بعد فوزها في عام 2010 باستضافة كأس العالم أدخلت قطر الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2014 وطلبت من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عام و35 عاما قضاء 4 أشهر في القوات المسلحة. وفي سبتمبر أيلول استدعت مئات المدنيين بمن فيهم دبلوماسيين تم استدعائهم من الخارج لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ولإقامة نقاط تفتيش أمنية. ومع ذلك كانت قوات الجيش والشرطة في قطر قليلة العدد، وكان على الدولة أن تطلب المساعدة من الدول التي تتمتع أجهزتها الأمنية بخبرة في إدارة طوابير أمن الملاعب والمشجعين واكتشاف الكحول والمخدرات أو الأسلحة.